اقسم بالله من اول 3 دقايق في الماتش وانا عارف ان ده اللي هيجرى. شايفين الحكم عامل ازاي؟ شايفين الحكم عامل ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عارف انتوا عايزين مننا ايه. يعني ما صدقنا ان الاهلي بدأ يلعب كوره وبدأنا نشوف الفرقه منظمه شويه بدل الهاله اللي كانت فيها الفتره اللي فاتت. يطلع لنا الحكم اللي اسمه فيروس سيدا ولا اسمه نوفا سيدا ولا مش عارف اسمه ايه، هو حاجه سي يعني. من اول 3 دقايق، من اول الكوره بتاعت زيزو اللي اتشد فيها دي، وكانت عايزه انذار. عرفت ان الحكم ده على الله حكايته وهيخسرنا الماتش. اقسم بالله فرقه الترجي دي فرقه فاضيه، ما فيها ولا لعيب كويس غير اللاعب اللي في الاول ده اللي اسمه دينيو ده. هو اللاعب الوحيد اللي عنده. اقسم بالله فرقه فاضيه، يعني طلائع الجيش اللي لسه غلبانه ده احسن منهم. اقل فرقه في الدوري المصري احسن من الترجي او الترشي اللي احنا كنا بنلعبه ده. حسبي الله ونعم الوكيل في القاره اللي ما فيهاش حكم نظيف، ما فيهاش حكم واحد نظيف. وعايزين القاره طول ما انتوا كده، وطول ما انتوا فيكم حكام زباله زي الحكام اللي بيجيبوها لنا او بتجيبوها للاهلي ده. عمر ما القاره ده هتنضف. يا قاره عار. حكم كل همه ان هو يبوظ الماتش، اي هجمه هتبتدي للاهلي بيوقفها بفاول. اي فاول بيتعمل اللعيبه بتركب على، يعني اللاعب بتاعنا بيعدي ويفرق، ويبتدي اللاعب التاني يركب فوق او يشده من التيشيرت او يشده من وسطه. والحكم حتى ما بيطلعش انذار. انما ماشي علينا احنا تيت انذار 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 ويفرق انذار. شفت الحكم لما نهى الماتش عمل ازاي؟ طلع كارت الاحمر حطه في ايده بحيث ان اي حد يجي محضره. حكم مرتشي، حكم زباله. طيب احنا بقى لعبنا ماتش كويس ولا لا؟ انا شايف ان احنا لعبنا ماتش مش بطال، يعني ماتش كويس احسن من اللي فات. نبني على كده بقى. بس فكرة ان المهاجم الوهمي او لعب من غير مهاجم او 4-2-4 اللي انت كنت بتلعبها دي ما تتلعبش تاني. يعني احنا عايزين مهاجم نبدأ نعمل عليه عرضيات ونركن لعيب من اللعيبة اللي ملهاش، اللعيبة اللي ملهاش مكان. زيزو ناحية اليمين، مروان في النص، بن شرقي او تريزيجيه في الشمال، واللي ملوش مكان يقعد. دي ما تزعلش. دي ما تزعلش. امام عاشور النهارده ابيض، ما عملش ولا كرة صح. زيزو ما عملش ولا كرة صح. الاربعة اللي قدام كلهم ما عملوش ولا كرة صح. الباقي كان كويس اهو، كان كويس ماشي الحال. الا هاني. يعني الناس الماتشات تبقى كويسه وماتشات تبقى وحشه ماتشات. الا هاني. هاني على طول هو ثابت على موقفه، على طول وعلى طول وحش. على طول وحش. لو كمان يعني رحنا جبنا لعيب عشان يعوض هاني، رحنا جبنا لعيب اوحش منه. هتيجي هنا في العوده بقى من غير جمهورك. الله اعلم بقى اللعيبه دي هتعمل فيك ايه. الله اعلم. بس انا شايف ان احنا قدمنا ماتش مش وحش، يعني على الاقل كنا بنستعيد الكره بسرعه، بنسترجع الكره بسرعه. ما بيضغطش علينا، يعني الترجي تهيألي ما راحش بكره ولا كورتين. مصطفى شوبير بصراحه نجم الماتش. بصراحه مصطفى شوبير نجم الماتش. المفروض بقى يبدأ يبقى يركب على الشناوي ويبدأ يلعب طول الماتشات اللي جايه. مفيش حاجه اسمها تدوير، ومفيش حاجه. مصطفى شوبير هيثبت لك ايه تاني؟ ان هو في يعني ان هو حارس كبير في ملعب زي ده، بيلعب قصاد جمهور عامل زي جمهور الترجي. ويشيل لك كورتين. كان المفروض ان الماتش ده كان ممكن يطلع سكور لولا مصطفى شوبير. الله يبارك لك يا ابني، والله يبارك لابوك. فيعني نحاول نفكر ان مصطفى شوبير خلاص يركب بقى، خلاص يبقى اساسي وخلاص، ودي سنة الحياة بقى يا عم الشناوي، وخلاص بقى يبدأ يريح الشناوي ويقعده. هنشوف بقى هنعمل ايه في موضوع هاني كده، لان هاني كده مش هيلعب الماتش الجاي. وما اعتقدش اللاعب الجديد اللي جاي مكان هاني هيعوض غياب هاني. وما اعتقدش برضو ان الفرقه تقدر ان هي تقف على رجلها وتفوز يعني. اتمنى ذلك بس ما اعتقدش برضو. ما اعتقدش ان الفرقه دي هتفوز على الترجي في العوده. حتى لو فازت هتفوز 2-1 ولا حاجه وبرضو هنخرج. الله المستعان بقى. اهم حاجه بس ما نستقبلش اهداف على ارضنا، ونحاول نسجل بقى الجون بتاعنا ده. والاهلي ما يطمنش، وهو موسم للنسيان. والله المستعان بقى ان احنا نقدر نعدي من الموسم ده باي بطوله يعني. لو هنخرج يعني بلاش، يعني لو هنعدي ترجي يبقى نعدي صن داونز بقى وناخد البطوله. لو مش يعني لو ربنا كاتب لنا ان احنا نقع قدام، يبقى نقع دلوقتي احسن. على الاقل نركز في بطوله الدوري والست ماتشات اللي جايين.
بس الخلاصة من كل ده إن إن تورب ده مدرب ما عندوش فكرة، والمدرب ده لو فضل في الأهلي لحد نهاية الموسم يبقى تنسى الدوري وتنسى أفريقيا يا باشا، وكده كده هتمشيه في آخر الموسم. عايزين تلحقوا الموسم زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن احنا نجيب مدرب وطني يمسك الأهلي، مدرب مصري عارف اللعيبة وعارف أماكن اللعيبة وعارف توظيف اللعيبة ويكون شخصيته قوية يعرف يمسك اللعيبة دي. انتوا عندكم الاسماء كتير وانتوا ادرى مني، يعني الكابتن الخطيب لو يعرف يكلم حسام البدري او يكلم علي ماهر او يكلم عماد النحاس ما حدش فيهم هيتاخر. انما هتسيبوا لنا يستروب ده، لا انت هتتقدم، ولو انت خايف من اشاره الجزاء انت هتخسر بطوله افريقيا اللي اصلا الممول الرئيسي للنادي الاهلي او الجائزه بتاعتها اصلا احسن من 100 شرط جزائي تبع مدربين ولا تبع لعيبه حتى، وهتخسر الدوري. وهتلاقي نفسك في الكونفدرالية السنة الجاية هتخسر كمان هتخسر كمان معلنين وهتخسر كمان ناس سبونسر وهتخسر حاجات كتير. هتلحق نفسك من دلوقتي تجيب مدرب كويس يعرف يعدي بينا لبر الأمان، على الأقل إن أنت لو طلعت من بطولة أفريقيا تاخد الدوري، بحيث إن أنت تلعب السنة الجاية في بطولة أفريقيا ما تلعبش في الكونفدرالية، لأن دي هتبقى كارثة لو لعبنا في الكونفدرالية بالفرقة اللي إحنا جايبينها والمصاريف اللي إحنا جايبينها دي كلها.